السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد الكريم كراميل، بحال الكريم كراميل ديال المطاعم بطريقه بسيطه بلا بيض، كيجي رائع جدا. تبعوا معي الفيديو الاخر وغادي تشوفوا على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا. بالنسبه للمقادير غنحتاجو الحليب، نشا الذره مايزينا، حليب بودره نيدو، وهذا الفلون ايديال الزرق الغني عن التعريف، وبطبيعه الحال سكر سنيده. المقادير غنقول لكم تدريجيا. اول مرحله غادي نبداو بها هنا وهي نوجدوا الكراميل اللي غادي يكون في هاد الكريم هذا ولا هاد الفلون هذا. غناخذ 2 معالق كبار عامرين ديال سكر سنيده وغنديرهم فوق النار حتى يتكراميليزاو بهذا الشكل هذا على نار مهيله. نخليه حتى كيذوب كامل، عاد غادي نحرك. فانا درت هنا 2 معالق حيت عندي الكميه اللي غادي ندير يلا غيقدني لها هادشي. عندي 4 ديال الجبانيات هما اللي غندير فيهم، هما هادو. المرحله الاولى نديروا هذاك الكراميل ونحطوه في الاسفل ديال هاد الجبيبنات هادو. من بعد عاد غادي نوجدوا هذا الفلون ديالنا. اذا هاد الكميه هذه غنحتاج نصف لتر ديال الحليب، غادي نزيد عليه ملعقه مملوءه ديال نشا الذره وملعقه مملوءه ديال بودره ديال نيدو او حليب بودره اللي هو نيدو اللي معروف. تكون مملوءه مزيان، تكون عامره مايزينه حتى هي. وغادي ندير هنا واحد ملعقه ديال سكر سنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الاذواق. وهذا الساشي المعروف ديال هاد الفلون غادي نديروه حتى هو، وغادي نحرك المقادير كلها مزيان بواحد لاسباتو بواحد الفوي، هذاك الضرب اليدوي، باش ما يتكورش لينا هذاك الحليب البودره وهذاك نشا الذره. نحركهم مزيان قبل ما نحطوهم فوق العافيه. صافي هنا غنشعلوا عليهم واحد العافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده، ونبقاو نحركو الطريقه الكلاسيكيه ديال الفلون. وحنا كنحركو ما نغفلوش عليهم باش ما يلصقش لينا. بواحد معلقه خشبيه نحركو حتى كيولي عاقد مزيان موجود. دابا غادي ندوزو نعمروا هاد الجبيبنات هادو. كنحرك فيه هكا هنا غير باش تحيد ديك لاموس اللي كدار فيه ملي كيبدا يغلي. وغادي نبدا نعمر هاد الجبيبنات ديالي بهاد الطريقه هذه. هاد الطريقه هذه راه ساهله وبسيطه، ولكن راه ما تصوروش النتيجه والمذاق ملي كيبرد وكتحطوا راه تقريبا نفس المذاق ديال الكريم كراميل اللي معروف في المطاعم، اللي كلشي اللي كيمشي شي مطعم كياخذوا راه تقريبا كيجي بحاله تماما. اذا هنا غادي ندخلوهم الثلاجه يبردوا واحد المده على الاقل واحد 3 سوايع ولا 4. اذا انا خديت هنا مده طويله تقريبا، صايبتهم في الصباح وخليتهم حتى العشيه. كريم كراميل ديالنا وكيتحيد واحد السهوله، برد مزيان كيجي ناجح. هذاك الكراميل اللي لتحت كيجي رائع، كيبقى ما كيتخسر ما والو. هانتوما غتشوفوا التكستور ديالو ولا القوام ديالو كيفاش داير من الداخل، راه شبيه جدا بهذاك ديال المطاعم. وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه وكتجي رائعه. نوجدوها لوليداتنا ولضيوفنا. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى الطريقه تعجبكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم ولي لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب. واللي كيشوف القناه اول مره يشترك ويخلي لي تعليق. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.